المعلوم من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة هو الشيء الذي لا يجوز أن يجهله مسلم، كفرضية الصلاة، هذه معلومة من الدين بالضرورة. العيل الصغير بيتربى المفروض اللي في بيته بيرى أهله يؤدون صلاة في أوقاتها. فرضية الصيام في رمضان هذه من المعلوم من الدين بالضرورة، لأن الأمة كلها بتيجي في وقت رمضان وتصوم رمضان وتقيم شعائر رمضان. الحج إلى بيت الله الحرام أمر معلوم من الدين بالضرورة. هذه الأمور الفرائض والأركان لا يجوز أن يجهلها مسلم. فالمعلوم من الدين بالضرورة اللي هو الحد الأدنى أو الأقل الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، اللي ساعات بعض الفقهاء بيقولوا عليه إيه؟ ما لا يسع المسلم جهله. معناها الشيء الذي لا يجوز للمسلم أن يكون جاهلا به. ولهذا إنكار معلوم من الدين بالضرورة درجة من درجات الخروج من ملة الإسلام، درجة من درجات الخروج من ملة الإسلام. فلان أنكر معلوما من الدين بالضرورة، يعني بيقول ما فيش حاجة في الدين اسمها صلاة، ما فيش حاجة في الدين اسمها صيام، ما فيش حاجة في الدين اسمها زكاة، ما فيش حاجة في الدين اسمها حج. أما لو لم يكن معلوما من الدين بالضرورة فالمسألة لا تخرج الإنسان من الملة، ولكن يعرف ويبين له.